الله الرحمن الرحيم. اخواتي طلبة الفرقة الأولى، معاكم دكتور مجاهد أستاذ الاقتصاد والتجارة الخارجية بسنتر مجاهد أكاديمي. بنحب نرحب بيكم في السنة الأولى ليكم في كلية تجارة وإدارة أعمال. النهاردة بإذن الله بنبدأ معاكم تسجيل أول محاضرة هنعرف فيها كل حاجة عن مادة الاقتصاد، المادة اللي مكملة معاك إن شاء الله أكتر من ترم، وتعتبر نواة أساسية لكل المواد الاقتصادية خلال الترمات اللي جاية. يعني مثلا إن شاء الله الكورس ده هيكون اسمه مبادئ اقتصاد. الترم الثاني احنا عندنا اقتصاد جزئي استكمالا لمبادئ الاقتصاد اللي احنا بنشرحه النهارده ان شاء الله. سنه تانية ترم اول عندك اقتصاد كلي، سنه تانية ترم تاني عندك مادتين اقتصاديات النقود والبنوك واقتصاديات التجاره الخارجيه. ان شاء الله لما بتطلع سنه ثالثه مهما كان القسم بتاعك انت بتدرس مادة اقتصادية، بتكون الترم الاول اقتصاديات المالية العامة والترم الثاني بتكون اقتصاديات التنمية. وبعد كده انت طبعا بتتخصص في القسم بتاعك زي ما بيكون. التخصصات عندنا في الكلية 7 اقسام: محاسبة، خارجية، ادارة، نظم وعلوم سياسية، وقسم احصاء، وقسم اقتصاد. دي الاقسام، ولكن احنا دايما بننصح باول 3 سواء محاسبة او خارجية او ادارة، او بنقول ان انت من خلال دراستك تبدأ تتعرف على المواد دي بصفة عامة بالتفصيل، وبعدين حضرتك تاخد القرار بتاعك.